السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مادة الإنجليزي للصف السادس الابتدائي يونت 2 lesson 1 في كتاب النشاط. عندنا تمرين A listen and write. listen استمع، write اكتب، استمع واكتب. the numbers أرقام and names أسماء. next to what things are made الأشياء التي صنعت من. عندنا مجموعة من المواد. عندنا metal يعني معدن، leather جلد، glass زجاج، rubber مطاط، denim القماش الثقيل أو الكابوي، wood خشب. فعشان عندنا مواد، عندنا cotton اللي هو نفسه القطن، وعندنا مجموعة من الصور نريد نتعرف من شنو انصنعت هذه المواد. عندنا metal المعدن، نريد نتعرف من هذه الصور شنو اللي مصنوع من المعدن. عندنا number 2 clock ساعة. بعد شنو عندنا مصنوع من المعدن. number 10 key المفتاح. عندنا clock and key. leather خلينا نشوف شنو مصنوع من الجلد. عندنا الكنبة. وبعد شنو عندنا الكرة فوتبول، يعني number 1 and number 13. بعد شنو عندنا يا مادة. عندنا glass. خلينا نتعرف من هذين الصور شنو مصنوع من الزجاج. عندنا doors الأبواب مصنوعة من الزجاج. بعد شنو عندنا هاي الطاولة table، يعني عندنا number 7 and number 14. بعد شنو عندنا rubber المطاط. شنو مصنوع من المطاط. عندنا هاي البطة number 5. بعد شنو عندنا gloves الكفوف، كفوف مطاطية وليس مصنوعة من الصوف. بعد شنو عندنا الدينام اللي هو الكابوي. شنو مصنوع من الكابوي. عندنا number 3 shoes الحذاء and number 12. شنو عندنا باك حقيبة الظهر، باك. بعد شنو عندنا مصنوع من الخشب wood. شوفوا الأشياء المصنوعة من الخشب. عندنا number 4 اللي هو المضرب bat. بعد number 8 leather اللي هو السلم. بعد آخر شي عندنا cotton. شنو الأشياء المصنوعة من القطن. number 9 اللي هي كاب القبعة. number 6 tools اللي هي المناشف. بعد خلينا نشوف شنو المهم عندنا بهذا اللسن. طلاب أريدكم تركزولي على هذا الموضوع، كلش مهم وحلو وسهل، نقدر نحفظه بكل سهولة إذا ركزنا بطريقة الحل. عندنا verbs. أريد تشوفولي الترتيب. number 1 2 2 3 4. ستقولولي ست ليش رتبناه بهاي الطريقة. طلاب أريد تنتبهولي على كلمة verbs الأفعال. شنو عندنا بالأفعال. there is there are. ذن اثنيناتن يجن للمفرد، هاي للمفرد العفو وهاي للجمع. is wearing يرتدي، is holding يحمل، is sitting يجلس. color adjectives لون الصفات. زين طلاب عندنا black أسود، blue أزرق، green أخضر، brown بني، orange برتقالي، red أحمر، white أبيض. adjectives for made of. عندنا المادة اللي مصنوعة من. عندها شنو مواد. اتفقنا عندنا leather الجلد، glass الزجاج، denim اللي هو القماش الثقيل، wood الخشب، woolen الصوف، cotton نفس القطن، metal المعدن. nouns الأسماء. عندنا sofa اللي هي الكنبة، table الطاولة، jacket نفس الجاكيت، jeans فوتبول كرة القدم، boots الحذاء الطويل، chair كرسي، sweater البلوز، rain boots الحذاء المطرية، tools المناشف، clock ساعة، gloves الكفوف. تمام طلاب، نبدي ترتيب الكلام من verbs الأفعال.
بعدين اللون، بعدين المادة اللي انصنعت من عندها، بعدين اسم الشيء الذي صنع من هذه المادة. نجي لهذا الترتيب الثاني. look at the order of adjectives. order اللي هو ترتيب of adjectives، ترتيب الصفات. انظر إلى هذا الترتيب. أول شي شنو مخلين بالترتيب؟ big الحجم، size. أول شي شنو نخلي؟ الحجم. number 2 شنو نخلي؟ color، يعني أول شي الحجم، الدور اللون. بعدين number 3 شنو نخلي؟ material made of، نخلي المادة اللي انصنعت من عندها. عندنا leather، يعني أول شي عندنا الحجم، الدور اللون، الدور المادة. من شنو صنعناها؟ الدور الشيء الذي انصنع من هاي المادة، يعني عندنا big، black، leather، sofa، يعني sofa كنبة جلدية سوداء كبيرة. طلاب أرجوكم تنتبهوا لي إلى هاي الملاحظة. ملاحظة: يجب ترتيب الصفات مماثل لكلمة حلم. يعني تقولوا يعني شنو معنى حلم؟ يعني حاء، حرف الحاء يعني حجم. size الأحجام شنو عندنا؟ عندنا كبير وصغير. عندنا small صغير وbig كبير. أول شي نبدي بيه من نبدي بالحجم. I bought اشتريت a big dress فستان كبير. فستان كبير. أول شي خلينا الصفة بعدين المادة. زين حرف اللام لون. شنو اللون؟ شو اسمه بالإنجليزي؟ color، يعني كل الألوان الموجودة بالإنجليزي. عندنا yellow أصفر، white أبيض، blue أزرق، green أخضر، red أحمر. I bought a big red dress. خلينا أول شي الحجم، بعدين اللون، بعدين المادة. زين طلاب هسه شنو عندنا؟ عندنا ميم يعني مادة. المادة شو اسمها بالإنجليزي؟ material. شنو عندنا مواد؟ عندنا rubber، عندنا wood، عندنا دينام، عندنا cotton. زين خلينا نجي هذا المثال. I bought big، عفوا هنا نخلي a big red cotton dress. أول شي خلينا الحجم حاء، الدور اللون، الدور المادة ميم، بعدين الشيء الذي انصنع من هذه المادة. أول شي حجم، الدور لون، الدور مادة، الدور الشيء الذي انصنع من هذه المادة. I bought a big red cotton dress. تمام طلاب؟ زين بعد شنو عندنا؟ عندنا هاي الأمثلة. خلينا نجي نشوف شو نرتبها بناء على القاعدة اللي فوق. She is wearing ارتدت فراغ جاكيت. شو نقول؟ بلاك دينام، لو دينام بلاك. خلينا نجي نترجم. بلاك اسود، دينام القماش الثقيل، يعني عندنا لون وعندنا مادة. هنا عندنا مادة وعندنا لون. شنو نبدأ؟ أول شي نبدي باللون بعدين المادة. إذا هذا يكون اختيارنا، لون بعدين مادة. number 2 my father buys a فراغ watch. زين شو نختار؟ metal big black، لو big black metal، لو big metal black. زين طلاب هسه تقولولي شنو الاختيار الصحيح. شنو عندنا القاعدة مالتنا؟ القاعدة عندنا أول شي نخلي حلم قدامنا. خلينا نبدأ بحرف الحاء. الحاء حجم، يا كلمة تبدو الحجم عندنا ميتل، لا مو حجم هذا مادة. زين بيج هذا حجم، هذا بيج هذا هم حجم، بس شنو بعد؟ اجى بعده مادة وليس لون. إذا هذا خطأ وهذا خطأ، هذا صح. ستقولوا ليش صح؟ أول شي عندنا بيج حجم، بلاك لون، ميتل مادة. بيج بلاك ميتل، بيج بلاك ميتل.